لقجع 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 لقجع. عشق فوزي لقجع كرة القدم منذ صغره. درس الزراعة والبيطرة، لكنه أكمل مسيرته الأكاديمية في مجال الإدارة المالية. دخل عالم التسيير الرياضي من بوابة نادي نهضة بركان، حيث لمع اسمه بسرعة في مجال إدارة الأندية ليصبح حديث الشارع الرياضي. ولد ابن مدينة بركان في صيف عام 1970، ونشأ في أسرة مكونة من 3 إخوة، كان هو أصغرهم. دعمه لكرة القدم بدأ منذ الصغر، حيث مارس اللعبة في صفوف نهضة بركان، لكن مسيرته كلاعب لم تستمر ليصبح محترفا. ومع ذلك لم يكن يتخيل أنه سيصبح يوما ما الشخصية الأبرز في قيادة كرة القدم الوطنية. سجل اسمه كأصغر رئيس للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منذ تأسيسها قبل حوالي 7 عقود. ورغم قلة كلامه فإن ملامح وجهه تعكس الجدية والطموح. شق طريقه العلمي بخطوات واثقة، وبدأ مسيرته المهنية كمهندس بوزارة الفلاحة، قبل أن يلتحق بالمدرسة الوطنية للإدارة ويحصل على دبلوم في التفتيش المالي. فوزي لقجع هو نموذج للقائد الطموح الذي استطاع تحويل التحديات إلى فرص نجاح كبيرة. بدايته مع نادي نهضة بركان في عام 2009 جسدت هذا الطموح، حيث في ظرف 3 مواسم فقط تمكن النادي من العودة إلى القسم الأول بعد غياب دام 25 عاما. بعد هذه التجربة الناجحة أصبح لقجع أكثر طموحا، حيث تم انتخابه في 2014 رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، منصب جاء بعد جمع عام شهد توترات، لكنه شكل لحظة تاريخية لكرة القدم المغربية. أولى معاركه الكبرى كانت ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بقيادة عيسى حياتي، بعد قرار المغرب بعدم استضافة كأس إفريقيا للأمم 2015 بسبب المخاوف من انتشار فيروس إيبولا. ردا على العقوبات القاسية التي فرضها الكاف، قاد لقجع معركة قانونية أمام المحكمة الرياضية الدولية FIAS، واستطاع إلغاء العقوبات، ما أثبت قوته في الدفاع عن مصالح الكرة المغربية. كان وضع كرة القدم المغربية قبل تولي فوزي لقجع رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في حالة لا تحسد عليها. سيطرت الإقصاءات المتكررة والهزائم المتوالية على أداء المنتخبات الوطنية. كان الجمهور المغربي يشعر بالإحباط وخيبة الأمل من النتائج المتواضعة، رغم وجود بعض الاستثناءات المحدودة. لقجع جاء برؤية استراتيجية واضحة لإنقاذ الكرة المغربية من السكتة القلبية. اعتمد على قرارات جريئة ومخططات دقيقة، بدءا من إصلاح البنية التحتية الرياضية، حيث شيدت مراكز تدريب حديثة مثل مركز محمد السادس لكرة القدم الذي يعد من أفضل المراكز الرياضية عالميا، وصولا إلى تطوير منظومة التكوين للفئات السنية، ما أعطى فرصة لظهور جيل جديد من المواهب. استثمر لقجع مضمون الرسالة الملكية التي تعتبر الرياضة رافعة اقتصادية واجتماعية، ودمج هذا التوجه مع أهداف النموذج التنموي الجديد للمغرب. هذه الرؤية ساهمت في بناء منتخب قادر على مقارعة أقوى المنتخبات العالمية. ولحظة وصول المنتخب المغربي إلى نصف النهائي كأس العالم 2022 في قطر لم تكن مجرد إنجاز رياضي، بل كانت ثورة كروية رفعت رأس المغاربة عاليا. دموع فوزي لقجع بعد فوز المغرب على إسبانيا لم تكن مجرد تعبير عن الفرح، بل كانت دموع رجل عاش تفاصيل المشروع من الصفر، وواجه الضغوطات وتحدى العراقيل ليصل بالمغرب إلى القمة. في عهده تألقت الأندية الوطنية بشكل لافت على الساحة القارية والدولية، حققت إنجازات غير مسبوقة بفضل الدعم المالي والإداري القوي الذي وفره فوزي لقجع للأندية المغربية. تم تحسين البنية التحتية للأندية وتطوير مراكز التكوين وتأهيل الموارد البشرية، ما مكن الفرق من المنافسة بقوة في البطولات القارية. فاز نادي الوداد الرياضي بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2017، وعاد ليكرر الإنجاز عام 2022 بعد أداء مميز أمام أقوى الفرق الإفريقية. كما توج نادي الرجاء الرياضي بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2018 و2021، بينما تمكن نادي نهضة بركان من إحراز اللقب عام 2020 و2022، مؤكدا على القوة المتزايدة للأندية المغربية. كما ساهمت هذه النجاحات في تعزيز مكانة الأندية المغربية
ضمن أفضل الفرق في القارة السمراء، وأدت إلى ارتفاع تصنيف الأندية المغربية على المستوى الإفريقي، مما انعكس إيجابا على صورة الكرة المغربية إقليميا ودوليا. نتيجة لهذه النجاحات صعد فوزي لقجع إلى مناصب قيادية بارزة في كرة القدم القارية والدولية، حيث أصبح عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، كما شغل منصب رئيس لجنة المالية بالكاف. تولى أيضا منصب نائب رئيس لجنة الأندية والمسابقات بالكونفدرالية الإفريقية. بالإضافة إلى ذلك ساهم كعضو في لجنة الحوكمة بالفيفا لتعزيز معايير الشفافية والنزاهة في إدارة كرة القدم العالمية. قاد أيضا جهودا حثيثة لتوطيد العلاقات مع اتحادات كروية عالمية وإفريقية من خلال توقيع شراكات استراتيجية، مما عزز من مكانة المغرب كقوة رياضية مؤثرة على المستوى الدولي. رغم النجاحات الكبيرة التي حققها فوزي لقجع في تطوير كرة القدم المغربية، إلا أن مسيرته لم تخلو من التحديات والمشاكل التي أثارت الكثير من الجدل والنقاش. واجه انتقادات بسبب طريقة تسييره لبعض الملفات الحساسة، مثل قضية التحكيم التي أثيرت حولها جدل كبير بسبب بعض القرارات المثيرة للجدل في المباريات المحلية. واجه احتجاجات قوية من جماهير ناديي الرجاء والوداد الرياضيين، اللتين عبرتا عن استيائهما من بعض قرارات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. تمحورت هذه الاحتجاجات حول ما وصفوه بعدم تكافؤ الفرص بين الأندية، خاصة فيما يتعلق بقرارات التحكيم التي اعتبرتها الجماهير منحازة ضد فرقها، إضافة إلى الانتقادات المتعلقة بتوزيع المنح المالية والدعم المخصص للأندية، حيث اتهمت جماهير الرجاء والوداد الجامعة بمحاباة أندية معينة على حساب فرق الدار البيضاء. كما أعربت جماهير الرجاء والوداد عن رفضها لبعض التعديلات التي طرأت على نظام المسابقات المحلية، معتبرة أن هذه القرارات لم تكن في مصلحة المنافسة العادلة، وطالبت بإصلاحات شاملة لضمان نزاهة المنافسة. إضافة إلى ذلك أثيرت تساؤلات حول مدى شفافية بعض الصفقات المرتبطة بالبنية التحتية الكروية، خاصة فيما يتعلق بصفقات تجهيز الملاعب وتجديد المرافق الرياضية، حيث طالب بعض المراقبين بفتح تحقيقات للتأكد من نزاهة هذه الصفقات. بفضل فوز لقجع أصبح المغرب في قلب صنع القرار الكروي في الفيفا والكاف بشكل خاص. كرئيس للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كان واعيا بمكانته التي وصل إليها، مكانة تفرض الالتزام بالمهنية والنزاهة، ولا تسمح بالتلاعب أو المحاباة أو الانحياز لبطولات مشكوك في نزاهتها. اختار فوزي لقجع الصمت أمام الحملات الإعلامية والانتقادات، مؤمنا بأن العمل الجاد والصمت أبلغ من أي رد فعل. استثمر في استقطاب الكفاءات والعقول الناضجة، متحديا كل من شكك في قدرته على تحقيق النجاح. سواء اتفقت معه أو اختلفت، يبقى دوره في كرة القدم المغربية علامة فارقة. سيداتي سادتي، هذه كانت مسيرة فوزي لقجع، الرجل الذي حول الحلم إلى واقع، ومن التحدي صنع فرصة.